مفيش ولا دعاء ربنا استجاب لي. استجيب ازاي وهي بتقول كده؟ ما هو ده من اهم اسباب عدم استجابه الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للمرء ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. تمام، ادي واحد. اتنين، انا دايما بتعامل مع ربنا هات لي، وان ما جبتش يبقى انا زعلانه منك، وان ما جبتش يبقى انت ما بتستجيبليش. ايه ده؟ فين اليقين بالله عز وجل؟ صحيح. فين حسن الظن بالله؟ فين الثقه بالله؟ فين الادب مع الله؟ نقطه من اول السطر. مين قال انه ما استجابليش؟ مين قال انه ما استجابليش؟ انا شايف انه انا عايز مليار دولار ما اداهمنيش. تمام؟ ممكن يكون اداني نصهم وشال عني بلاوي. تمام؟ انا نظرتي على اللي انا طلبته. طب ما هو انا عندي اختيارات تانية كتير قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. أقل حاجة أن يعطيه ما طلب. طب أعلى شوية أن يرفع الله عنه من البلاء مثلها. أعلى شوية أن يدخر الله له الدعاء يوم القيامة فيوفيه أجره. يبكي من الفرح من عظم ما يراه. أنا بتعامل كده إزاي؟ أنا عمر ربنا ما استجاب إزاي؟ ما هي آنسة شديدة شوية. طبعا أنا آنسة وكبيرة ومتعلمة. تمام، وشغاله موظفه وتاكل وتشرب ولها عينان واذنان ويدان ورجلان وامن وامان وعافيه في الابدان. غيرها بتاخد جلسات كيماوي دلوقتي، غيرها صباحا ومساء على الالم وعلى الكلوكوز، غيرها صباحا ومساء بس عايزه تقوم من السرير، غيرها صباحا ومساء عايزه بس تستريح عينيها تغمض من النوم. ايه ده؟ يا بنتي الله يرضيكي، طريقه الكلام عن ربنا اذتنا. اتقي الله عز وجل. هي اكيد ما تقصدش، هي بياخد معلش، ما احنا لازم نقول لك ما هو احنا هنعلم ازاي يا فندم؟ نقول لها لا ارجعي، اللي انت بتقوليه ده غلط. وبعدين ربما اللي انت بتدعيه لو ربنا حققه لك هو ده الشر ليكي، فاكيد عدم تحقيقه ده الخير اللي ربنا يا فندم. هو مين قال انه ما اتحققش؟ مين قال ان ربنا ما استجابش؟ لو هي بتدعي ان ربنا يديها زوج يا فندم، ده غرقانه في نعم ربنا. بس احنا دايما كبني ادمين عيننا على المفقود فننسى الموجود من المأسورات. فعلا. والله دايما الشيطان يخليني ايه؟ عيني على هو ما حدش فينا كامل طبعا. كل انسان فينا توب وفيه قطع. هي الدنيا كده. التوب يبقى كامل فين؟ في الجنه. حلو قوي، توب وفيه قطع. لازم يا فندم. تصدقي حلوه. لا جمله جامده. والله العظيم معنى جامد جدا. سعادتك سيدنا زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن سيدنا علي بن ابي طالب قال ايه؟ قال: اتقوا الله ولا تطلبوا المستحيل. قال: وكيف نطلب المستحيل؟ قال: تطلبون الراحه في الدنيا وما خلقت الراحه للدنيا. امال الراحه فين؟ يا إمام أحمد بن حنبل، متى يستريح المؤمن؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. الله يا رب. هنا نستريح. يا رب. طيب أنا بعامل ربنا هات وخد، يعني إيه؟ فين ثقتي في ربي؟ فين يقيني في الله عز وجل؟ فين اللي قاله سيدنا علي بن أبي طالب: إني لأدعو الله بالشيء فإن أعطانيه فرحت مرة وإن منعنيه فرحت 10. قالوا له ليه؟ قال: لأن الأولى اختياري والثانية اختيار الله، واختيار الله أعظم من اختياري. صحيح. أين أنت من قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا دعوت فوصلت أمانة واتسجنت. تم من فعلك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بس هي قالت إن هي كانت يعني كانت مظلومة مظلومة. أيوه، ما هي ماضية لأخوها ضامن. ما هي مش هتروح كده وخلاص أبدا. ما هو من ايديا من عملي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم. خدي بالك من يذيقهم، ما بيعاملناش بمعاملتنا. فانا محتاج رقم واحد يا بنتي يكون عندك يقين برحمه الله عز وجل. تتوقفي عن كلمه عمر ربنا ما استجاب لي، لان طول ما بتقولي الكلمه دي ربنا لا يستجيب. ده نص كلام سيدنا النبي: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. مين قال لك؟ ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال حكمه كده عجيبه قوي قالها سيدي ابن عطاء الله السكندري. قال ايه؟ قال: لا يكن تاخر امد العطاء. بس هقولها لك مره او اتنين ارجو انك تفهميها يا مريم. لا يكن تاخر امد العطاء مع الالحاح في الدعاء موجبا لياسك، فهو ضمن لك الاجابه، ولكن في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، وفيما يختار هو لا فيما تختار انت لنفسك. نقولها تاني: لا يكن تاخر امد العطاء. انا عمال اطلب حاجه اتاخرت شويه مع الالحاح في الدعاء موجبا ليأسك. اوعى يأسك، اوعى يأسك يا مريم. ليه؟ لأن هو ضمن لك الإجابة، ولكن في الوقت الذي يريد هو، لا في الوقت الذي أريد أنا. يمكن في الوقت اللي أنا أريده يبقى شر. بالظبط. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وده أحد أسرار قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يحصل إيه؟ فليستجيبوا لي
ربنا استجاب لك، انت اللي ما استجبتيش لله. لما تهملي في حق الله وتقصري في الصلاه وتقصري في امور الفروض والعبادات وتقولي لربنا انك ما بتستجيبليش، انت اللي ما استجبتيش لله عز وجل. وليؤمنوا بي. طب ما انا مؤمن يا رب وبدعيك، يؤمنوا بايه بقى؟ باختياري كاله، مش باختيارهم كبشر، ونعم بالله. باختياري كاله. ممكن واحده ست بنت عينها على واحد ونفسها تتجوزه، ممكن يكون الشر كله، صح. فمنعها الله ورزقها ما هو احسن. عشان كده ده اللي انا كنت بقوله لحضرتك. وليؤمنوا بي في قلب الدعاء، يؤمنوا باختياري، اليقين بان اي حاجه هتحصل هو ده الخير اللي ربنا سبحانه الله وتعالى. يبارك في عمرك. والله معنى من اهم ما يمكن، لو زرعناه جوه قلبنا وصدقناه قوي هنرتاح في كل حاجه في حياتنا. وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صحيح.